امشوا الجيم، يتحركوا، يتريضوا عشان تحرقوا شنو بالظبط يا جماعه؟ دارين تحرقوا شنو؟ في ناس كتيره جدا بتلاقيها بتقول لك انا الليله حركت 500 سعره، انا عندي حرق سريع، انا داير اسرع الحرق. لكن في جزء بسيط جدا اللي بيسال الحرق ده اصلا هو شنو، او العارف الحرق ده اصلا هو شنو. طيب لو قلت لك حتى وانت نايم جسمك ده شغال، قلبك بيدق، رئتينك بتنفسوا، مخك شغال، خلاياك دي شغاله تهرس تهرس تهرس، ده كله محتاج طاقه. يعني جسمك بيستخدم الطاقه وبيستهلكها حتى قبل ما انت تدخل الجيم، وده جزء من عملية كبيرة جدا اسمها الأيض. أما الحرق ده فهو جزء صغير من عملية الأيض ده. عشان كده الرياضة مهمة، لكن ما عشان انت تحرق وبس. الرياضة بتساعد جسمك يبني عضلات، يحسن حساسية الأنسولين، يدعم القلب، ويخلي خلاياك شغالة تش. المرة الجاية لما تمشي تتمرن ما يكون همك الوحيد أنا حركت كم سعرة، أسأل نفسك سؤال واحد: أنا قدمت شنو لجسمي الليلة؟ لأنه الحرق ده جزء من القصة، أما موضوع الأيض ده فهو القصة كلها. وإذا كنت فاكر الرياضة بس عشان تحرق سعرات، الفيديو الجاي حيغير الفكرة دي تماما.